حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خرج بتصريح حاسم لا يقبل التأويل، معلنا رحيله الرسمي عن تدريب المنتخب بعد مباراة أنجولا. تصريح صادم، لكنه كشف حجم الضغوط وحجم الإحباط الذي وصل إليه الجهاز الفني بعد المسيرة في البطولة. حسام حسن أكد أن شرف المحاولة كان حاضرا، لكن النتائج لم تكن على قدر طموحات الجماهير ولا تاريخ الكرة المصرية. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى رؤية جديدة وهدوء في اتخاذ القرار، وبناء يعتمد على التخطيط طويل المدى وليس ردود الأفعال. الرحيل فتح باب الأسئلة على مصراعيه. من يتحمل مسؤولية الإخفاق؟ هل المشكلة في الجهاز الفني فقط؟ أم في منظومة كاملة تحتاج إلى إعادة بناء؟ الجماهير الآن تطالب بالمحاسبة وتنتظر قرارات جريئة تعيد للمنتخب هيبته قبل الدخول في أي استحقاقات قادمة. فمنتخب مصر لا يقبل إلا بالمنافسة ولا يعيش إلا على منصات التتويج. ما حدث أمام أنجولا لم يكن مجرد مباراة، بل نقطة تحول قد يكون مؤلما، لكنه ربما يكون البداية الحقيقية لتصحيح المسار إذا أحسن استغلال الدرس. القرار الذي هز الشارع الكروي المصري. انتهى كل شيء في لحظة لم يتوقعها أحد. منتخب مصر يخرج من مواجهة أنجولا في أفريقيا، ومع صافرة النهاية لم تكن الخسارة وحدها هي الصدمة، بل ما تبعها من إعلان تاريخي غير المشهد بالكامل. مباراة مصر أمام أنجولا بدأت بطموحات كبيرة وسيطرة نسبية في وسط الملعب ومحاولات متكررة لفرض الأسلوب الهجومي، لكن المنتخب عانى من غياب الفعالية الهجومية وتراجع التركيز الدفاعي في اللحظات الحاسمة. أنجولا لعبت بذكاء، أغلقت المساحات واستغلت الأخطاء الفردية لتفرض واقعا صعبا على الفراعنة طوال دقائق اللقاء. ومع نهاية المباراة لم يكن الغضب الجماهيري بسبب النتيجة فقط، بل بسبب الأداء الذي عكس أزمة أعمق داخل المنتخب. أزمة في الاختيارات، في التوظيف التكتيكي، وفي قراءة مجريات اللقاء، وهو ما ظهر بوضوح خلال الشوط الثاني، حيث افتقد المنتخب للحلول وتاه اللاعبون بين الضغط والرغبة في التعويض. ثم جاءت اللحظة الفارقة. حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خرج بتصريح حاسم لا يقبل التأويل، معلنا رحيله الرسمي عن تدريب المنتخب بعد مباراة أنجولا. تصريح صادم، لكنه كشف حجم الضغوط وحجم الإحباط الذي وصل إليه الجهاز الفني بعد المسيرة في البطولة. حسام حسن أكد أن شرف المحاولة كان حاضرا، لكن النتائج لم تكن على قدر طموحات الجماهير ولا تاريخ الكرة المصرية. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى رؤية جديدة وهدوء في اتخاذ القرار، وبناء يعتمد على التخطيط طويل المدى وليس ردود الأفعال. الرحيل فتح باب الأسئلة على مصراعيه. من يتحمل مسؤولية الإخفاق؟ هل المشكلة في الجهاز الفني فقط؟ أم في منظومة كاملة تحتاج إلى إعادة بناء؟ الجماهير الآن تطالب بالمحاسبة وتنتظر قرارات جريئة تعيد للمنتخب هيبته قبل الدخول في أي استحقاقات قادمة. فمنتخب مصر لا يقبل إلا بالمنافسة ولا يعيش إلا على منصات التتويج. ما حدث أمام أنجولا لم يكن مجرد مباراة، بل نقطة تحول قد يكون مؤلما، لكنه ربما يكون البداية الحقيقية لتصحيح المسار إذا أحسن استغلال الدرس. القرار الذي هز الشارع الكروي المصري. انتهى كل شيء في لحظة لم يتوقعها أحد. منتخب مصر يخرج من مواجهة أنجولا في أفريقيا، ومع صافرة النهاية لم تكن الخسارة وحدها هي الصدمة، بل ما تبعها من إعلان تاريخي غير المشهد بالكامل. مباراة مصر أمام أنجولا بدأت بطموحات كبيرة وسيطرة نسبية في وسط الملعب ومحاولات متكررة لفرض الأسلوب الهجومي، لكن المنتخب عانى من غياب الفعالية الهجومية وتراجع التركيز الدفاعي في اللحظات الحاسمة. أنجولا لعبت بذكاء، أغلقت المساحات واستغلت الأخطاء الفردية لتفرض واقعا صعبا على الفراعنة طوال دقائق اللقاء. ومع نهاية المباراة لم يكن الغضب الجماهيري بسبب النتيجة فقط، بل بسبب الأداء الذي عكس أزمة أعمق داخل المنتخب. أزمة في الاختيارات، في التوظيف التكتيكي، وفي قراءة مجريات اللقاء، وهو ما ظهر بوضوح خلال الشوط الثاني، حيث افتقد المنتخب للحلول وتاه اللاعبون بين الضغط والرغبة في التعويض. ثم جاءت اللحظة الفارقة.
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خرج بتصريح حاسم لا يقبل التأويل، معلنا رحيله الرسمي عن تدريب المنتخب بعد مباراة أنجولا. تصريح صادم، لكنه كشف حجم الضغوط وحجم الإحباط الذي وصل إليه الجهاز الفني بعد المسيرة في البطولة. حسام حسن أكد أن شرف المحاولة كان حاضرا، لكن النتائج لم تكن على قدر طموحات الجماهير ولا تاريخ الكرة المصرية. وأشار إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى رؤية جديدة وهدوء في اتخاذ القرار، وبناء يعتمد على التخطيط طويل المدى وليس ردود الأفعال. الرحيل فتح باب الأسئلة تاريخية. مباراة مصر أمام أنجولا كشفت عن صراع طويل داخل الملعب، محاولات هجومية متكررة، ضغط في وسط الميدان، ورغبة واضحة في السيطرة، لكن غياب الحسم والارتباك في الثلث الأخير حرم المنتخب من ترجمة الاستحواذ إلى أهداف. أنجولا لعبت بواقعية، اعتمدت على التنظيم الدفاعي والمرتدات السريعة، ونجحت في فرض إيقاعها على فترات حاسمة من اللقاء. محمد صلاح كان حاضرا بكل ما يملك من خبرة ورغبة، تحرك، صنع المساحات، وحاول قيادة زملائه في أصعب اللحظات، لكن المباراة بدت وكأنها تختصر سنوات من الأحمال الثقيلة التي حملها على كتفيه مع المنتخب. مسؤولية القيادة، ضغط الجماهير، وتوقعات لا تنتهي. ومع صافرة النهاية جاء التصريح الذي غير كل شيء. محمد صلاح أعلن اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب مصر، مؤكدا أن مباراة أنجولا كانت الأخيرة له بقميص، إعلان نهاية حقبة وبداية طريق جديد لا يخلو من الألم، لكنه مليء بالأمل. الخبر الذي لم يكن أحد مستعدا لسماعه: محمد صلاح يسدل الستار على رحلته مع منتخب مصر. بعد نهاية مواجهة مصر وأنجولا في أفريقيا، لم تتوقف الصدمة عند حدود الخروج من المباراة،